عمر الترك، أهلا وسهلا فيك معنا. هاي أمين، كيفك؟ شو الأخبار؟ تمام؟ All is good. إن شاء الله أنت تمام. always عطول. كيف الاستضافة لهلا؟ والله روعة صراحة. يعني وصلت من تحت قلت إنه وين المحل كل شيء عتم إلا البيت اللي فيه، البالكون اللي فيه لا السيت اب كتير حلو لذيذ. يعني بارك لك على هالبودكاست. Thank you very much. Thank you لك إنك جيت، وكنت كتير سريع يعني ولذيذ وسلس، ما عذبتني دغري ركبت. ليش في بيعذبوك؟ غريب. بعرف في منهم بيعذبوا شوي، ما هحكي. في ناس شوي بتعذب، ما بأثر. بعرف. انت هون لنحكي عن كتير مواضيع. يلا انا جاهز. في كذا شغلة. اول شغلة كتير عبالي احكي انا وياك فيها، يلي هي how was your lifestyle and mentality when you were a player. ليك صراحة قبل ما أصير professional player I had a very bad lifestyle. ما كنت كتير اخدها جدية إذا بدك، لحد ما إذا بدك آخر سنة جامعة بكندا شفت إنه لا في potential إنه روح على لبنان وأعمل professional player. سو كبست كتير آخر سنتين. بتذكر بالجامعة كنت عم بتمرن 2-3 times a day every day. ومن وقتها قررت إنه أوكي شو الأشياء اللي حتى الواحد يقدر يصير professional player أو لحتى يكون the best professional player، شو لازم يعمل، شو steps اللي لازم يعملون. وصرت على هيدا الأساس اشتغل. يعني مش رح أقول لك نوم بكير لأنه بكون كذاب، ما في نوم بكير. لأنه لا رياليستيكلي يعني بتخلص تمرينك مأخر، بتخلص جيماتك مأخر، بدك تاكل أنت بتعرف، لا تهضم، لا تقدر الأدرينالين ينزل شوي عندك، تاخد له 4-5 ساعات، صارت 2 الصبح. بس بنعوضهم بالنوم فور شور. يعني طريقة نومي كانت منيحة، ما كنت إنه نام مثلا less hours. هي المهم إنك تحاول تنام enough amount of hours for a good recovery. لأنه عم تتمرن 2-3 بالنهار بيتعب جسمك. كنت تاخد نابس وما نابس؟ ايه sometimes هيك 3 ساعة نص ساعة باور نابس كتير حلوين. هلا الحمد لله من وقت ما خلصنا الكارير ما عاد فينا نعملهم بوجود الأولاد يقبروني. ايه لا الريكفري كان كتير بارت كتير مهم من اللايف ستايل تبع الأثليت. طريقة التمرين تبعيتك ما كان فيها الساينس اللي كتير إذا بدك مضوع عليه بلبنان. طريقة التمرين يعني ما كان في عنا مثلا ايس باتس بوقتها. كان في مثلا منحط ايس وهيك وخلص، كيس نايل بتربطه بحط لنا على ركبنا شوي وخلصت. ما كان في طريقة تمرين صح. يعني هلا صار وقت التمرين إذا بدك بالويت روم صار 45 minutes tops. قبل لا بنقعد ساعتين. اليوم عندي upper body بدي أعمل upper body. طريقة التمرين اختلفت. هلا كنت أعمل اللي أنا بعرفه، عرفته، وكنت أعرف هول كنت أعملهم. يمكن لو كنت عايش بهالأيام كانت كتير تسهلت علي الأمور. ماي لايف ستايل كان أسهل حيكون، لأنه كل شيء صار في طول لإله، كل شيء صار مأمن لك، صار في lots of researches أصلا. أكيد كل المينز تطورت. صحيح. قد ما في ما كنت كتير أسهر، ما كنت كتير يعني كنت ضلني قد ما في ضلني بالبيت قاعد بلبنان لما كنت بروفيشنال. نفس الشيء. أول سنتين بالجامعة لا فتحت لها. ما كنت مجوز بعد. بعدين ثبتنا شوي وفكرنا أكتر لقدام هون رجلجت. هون كتير. هون كلمة يعني عم بقول لك بلشت معي من قبل آخر سنة جامعة. بعدين لما جيت لهون قلت إنه لا في موضوع مسؤولية ومصاري وإنه في كونترا وما بدي يعني منه هذا كارير يعني. طب weights in the morning أو at night؟ حسب، بس sometimes in the morning, most of the times in the morning. اوكي. بس تعملها at night كان يكون في intense basketball training مثلا during the day؟ لا بس يكون في intense basketball training at night. كنت أعمل weights بعدين shooting
اوكي. بعدين البراكتس ما كنت اعمل ويتس shooting was always after weights لتعطوا تفك صح تشتشد بتكون كتير شادة متقل كذا عامل صدر. وقتها كنتوا تعملوا body building more than fitness definitely. بعدين اجى اكيد performance first و step ahead كوتش جورج عساف فؤاد جرجس. يعني تمرنت مع كتير ترينرز هون ومع جون كلود رباط. تمرنت مع كتير ترينرز. تحية للجميع. اكيد انه تعلمت شوي من كل حدا. تعلمت كتير من كل حدا. وهيك يعني هيدي بصراحة هيك بلخص لك ماي لايف ستايل. لأنه تجوزت بكير كنت قاعد بالبيت مع عائلتي مع أولادي أكترية الوقت. بكير 23 فيك تقول بكير. هلا في ناس بتقول إذا جبت أولاد على بكير إلك جلادة أكتر. أنا هلأ 100% يعني أنا وأولادي صحبي أكيد. أنا وأولادي رفقة أصحاب أكتر من إنه بي وولاده. amazing. هيدي الله يخلي لك إياهم. thank you. طب واللايف ستايل هلا شو وضعه؟ هلا قلبينا مسخرة من هون. لا بس ليك هلا صرت ماتشور. بتلاقي حالك صرت ماتشور أكتر. بتظهر مع رفقاتك دينرز هيك شوي عمرو دياب. بس بتضلك مركز على شغلك كل الوقت. ووقت يكون عندك هالفري تايم بتنبسط. بتحاول تنبسط قد ما فيك. خبروني بتحب الشاورما كتير. أنا ملك الشاورما. قلي بس بتعرف بعدني لهلأ هون بلبنان ما أكلت شاورما طيبة عن جد. والله كنت كابس على شاورما كباك صح؟ برافو عليك. ايه لا هونيك الشاورما عنده لهيدا المحل اسمه شاورماز. أصحابه سورية بيعملوها على الطريقة السورية طيبة مع مرقوق بسقسقة. خلص هلأ جعنا. تغير الموضوع. طب ليك في كندا كنت عم تعمل فتنس كوتش. صحيح. How was this transition? From basketball to fitness. So أول ما رحت على كندا retired من الباسكت. أنا خلصت باسكت ما بدي بقى أفكر فيها وصرت بعد عنها قد ما في. بعدين اشتغلت بدومين يعني كل شيء بيع وشراء بس على التليفون. سيلز بس على التليفون. رجعت من بعدها صرت مش على التليفون بس سيلز. صرت روح عند الشركات جرب بيعهم برينترز جرب بيعهم هيك أشياء. بعدين ده خلق على الآخر لما اجى الكوفيد. ما يعني بدي ارجع على التليفون. قلت لا خليني اعمل شيء فكر. اعمل شيء انا انبسط فيه. هيدي الفرقت معي. انا فكرت بشغله انه خليني اعمل شيء انا بحبه. اوكي مش قادر اعمل شيء بالباسكت خليني اعمل شيء خاصه بالرياضه اتليست. مشان هيك اتجهت قلت اوكي كل عمري بحب التريننج. يعني بحب يعني التمرين الساينس بيهايند. تعلمت كتير بالكارير تبعي وقلت خليني طبق شيء تعلمته بالكارير. قد ايه حسيت في فرق بالنولج مثلا؟ حسيت في هيدا انه I didn't know that you know. قصدك لما انت عم تدرسها؟ انا عم بدرسها كتير. تعلمت اشياء انه شو هيدي اوكي ما كنت عارف. ويمكن لو وفي اشياء بعدين تعلمتها انه تعرف لو ما كنت اعمل هيدا النوع التمرين ما كنت تعورت هالقد. اوفر تريننج او طريقه التمرين. high risk of injuries how to prevent them يعني prevention كل هالاشياء. mobility stretching صح. صار لهم كتير عازه واهميه اذا بدك. هن اذا بدك الميجر بارت اوف warm up سبورتس stretching. صح. وباللايت ورك اوتس اذا بدك بيكونوا عباره عن موبيليتي وشويه كارديو على الخفيف. ما كنا نشتغل موبيليتي ابدا. بعرف هيدي ندمت عليها بعدين. It's the major part of sports يعني. It's never too late though. هلا I need a hip replacement. So yeah. Officially I need one. يمين أو شمال؟ هي نفسها ذاتها اللي عندك الني انجري كان؟ لا هو ني انجري. أنا كان عندي بس تندنايتس يعني بيصير معي جامبرز ني. ما بعرف ليه عندي جامبر ني ما بنط. jump shooting انه repetitive. yes انه قد كنت شوت كتير. ودايما في بريشر على الركب
وكذا. بدك تشوف maybe was the posture also. انا هي مشكلتي، كانت هي اللي عم تحط البريشر على انا هذا تماما المحل. قال لي الحكيم، قال لي both your hips need to be replaced، بس في واحد منهم موجوع، تاني بعد ما اجى دوره، بس لانه من وراء البوستشر تبعي عندي هول المشاكل. so it's okay. at least قدرت العب هال 14 سنه الحمد لله. it was a great career، كيفت. وهلا تعرف فيني ساعدك بدك اياه. ثانك يو. بعرف. هلا صرت تعرف زيادة. اكيد whatever you need I'm ثانك يو here. ثانك يو. هن كذا إصابة يا فينا نقولهم شوي على السريع. ايه ما في مشكله. 1 سمي لي أول إصابة. عملت فول تير للروتيتر كاف تبعي. اوكي. كان عندي اذا مش عم بقولها غلط سبونديلولايسيس بالباك. سبونديلولايسيس. وكان عندي كسرت اصبعي، طار من محل طار كومبليتلي بجيم. يعني طلع هيك، رجعت هولي صاروا 3 وهلا ماي هيب يعني I didn't have هدول هن الحمد لله يعني. بس الباقيين تعرف يا كاحل يا تويست شيء هيك يعني، مش منهم اشياء ميجر. Have you checked maybe ترقع عظم or something like that؟ شو بد يعني predisposition حضر حالك، عرفت؟ prevent. I need to. تعرف واحد مرات بخاف يفوت ويبحبش، بس you have to. I need to face it، عرفت؟ معلش. خلص أنا بتعرف هلأ at 42 بقول إنه أوكي شو بده يصير يعني، إنه الحمد لله على كل شيء، عشت حياة بتجنن وركضت وما خليت هيدا، بس إنه I'm fine without going really high intensity، وما مش ضروري إني ألعب مثل علي محمود. إنه it's okay، حتى لو بس رحت عملت شوية jogging على الكورنيش بنبسط. صرت لهالدرجة وصلت إنه صار جسمي أي شيء بعمله high intensity عم يصير شيء. You have to target the posture and then the pain will be gone. صح. مش 100% especially إنه قلت لي راحوا الهبس both. بس you can prevent a lot. إنه بدل ما أنت تبلش صار arthritis، ما هو كرمال ما تستسلم مثلا على 60 وعلى 70. اي لا جرب حافظ 80. انا هيدا والله عرفت فوش انا بدي I have the motivation انه روح، بس I don't want to overdo it anymore، لانه كل ما بحس انه I overdo it بصير عندي شيء يعني. وقت فليت من الرياضة، أعطيك هاي الإكزامبل، ورحت على المتحد، صار تشالنج بيرسونال. أنا صارت لي هلا بدي أعمل، صرت أتمرن 4 مرات بالنهار. سقطنا destruction. إيه سو هيدي المنتاليتي إذا بدك مع الماتشوريتي مع الوقت بتخف عندك شوي، بتصير إنه بتفكر بطريقة أذكى، وايز أكتر، بطريقة حكيمة أكتر. كنت هارش على حالك كتير، كنت قاسي كتير على عمر يعني. ايه كتير. إنه دايما بحس إنه بدي أعمل أكتر. It's not enough. إنه جسمك عم بيعيط لك، عم بيقول لك وقف. ما كنت ترد، بس ما بدك ترد. خلص كان عندي تارجت براسي وكابس، بس إنه all in all it was a great career الحمد لله. بس لو بعرف يعني، يمكن لو بعرف الأشياء اللي بعرفها هلأ لما كان عمري 23، يمكن كان الكارير تبعي a lot better. يمكن لهلأ بعدني عم بلعب، ما حدا بيعرف. competition على السمعة منيحة. الله يحميه. بس أكيد كنا عم نحمسه يكسر ريكورد. أنا كمان لازم حخليه يكسر الريكورد. كان يعني بدي خليه يكسر. الله يقوي. آمين. الله يقوي. طب ليك كيف ملاقي حالك بالكوتشنج حاليا؟ ليك it's a new challenge. أنا بطبعي بحب يعني، حتى قبل ما أكون لعيب أنا كعمر يعني بحب ساعد، بحب أعطي، بحب giver. I'm a giver. لما لعبت باسكت كذا كوتش مرقوا علي يقولوا لي إنه منحس إنه أنت you have it، يعني منحس إنه عندك هيدي
مش الليدرشيب بس انه هيدي الجايدنس اذا بدك للناس. you can influence. I can influence. فيك تأثر. قلت انه why not do it with something انا برتاح فيه وانا تربيت فيه and this is my zone اذا بدك. I'm giving it a shot. يعني هيدي السنة كانت assistant. It was one of the best experiences especially مع كوتش جاد الحج which I respect so much. وهلا I took the job بالنادي الرياضي مع البنات as a head coach. كمان نفس الشيء أنا من النوع تعلمت إنه حابب جرب كل شيء أعمله. يعني ما عندي شيء أخسره ما عندي شيء خاف منه. بالعكس ما بدي أندم أقول إنه يا ريتني عملت هيك أو يا ريت. بدي جرب كل شيء وأنا الحمد لله نوعا ما عم بنجح يعني بالمحلات اللي عم بكون كرياتيف فيها إذا بدك. عم بتكون different عم بتكون شوي فيها طابع مني أنا. So I'm happy الحمد لله. I'm satisfied never satisfied just happy. بعرف إنه عندي شغل كتير وحضلني عم بشتغل وحضلني عم ثابر وحضلني عم بتعلم. شو عندك على التاسك ليست؟ تبع هيدا الأسبوع ولا لا قصدي كجولز قصص بدك تجربها بعد. عوف باكيت ليست. I have a huge أقرب قصص أو بتحس أكتر شي جاي هلأ في قصص ما بدك تحكينا عنها؟ لا بالعكس ما عندي شي خبى أبدا والله. I would like to influence people أكيد بطريقة positive بس شوي بطريقة غير. مش إنه مثل الجوروز مثلا نقعد بسيركل بس إنه جعبالي ما بعرف كيف. I really don't know ما عم بدك بعد عن السطحية not being كليشيه. بدي يكون كتير غير مش كليشيه أبدا. وأكيد ما I cannot be يعني مني حدا دارس psychology لحتى عرفت ساعد الناس بهيدي الاسبكت which I would love to. يمكن اتعلم actually maybe يمكن أعمل بعد شي شهادة أو شهادتين. This is something on my mind has been يعني very amazing. recent. Yeah. So هيدي حابب طور حالي mentally. ما في عمر يعني ما في إلى limits. So yeah. خاصة بهالأيامات. Yeah, you can do certifications ما ضروري تكون صح يمكن أعمل certifications bachelor أو شيء من النوع. في certifications especially sports psychology في كتير قصص. absolutely. هلا يعني sports أصلا our jobs نحن as coaches يعني فيها psychology فيها sports psychology أكيد. so بحس إنه هون it's enough خلص يعني when it comes to sports. بس شعبالي ساعد عالم really in need يعني مش إنه لعيبة أو حدا ما عم بيلعبوا جمعية إنسانية خيرية مثلا. بتعرف شغلي فكرت فيها كتير هاي الصيفية. جعبالي أعمل let's say an NGO ما بدنا نسميها NGO بس إنه جمعية مختصة بإنه تبعت أولاد مش قادرين يتمرنوا باسكتبول بهالأكاديميات بلبنان. create a community. exactly community. ونقدر يعني نجمع بركة ما بعرف نعمل لمية fundraisers لحتى هالولاد اللي مش قادرين. وبتعرف انه في كتير ولاد بيحبوا بس ما عندهم المينز انه يتمرنوا باكاديميز. اكيد. so they have the right to هن عندهم فرصة وما بتعرف يمكن بيناتهم يكون في طوال. we need size. هيدي عنا مشكلة على فكرة. مع انه اللي شفته انا وقتها مش من زمان فيه بس كيف يعني بدك تقول واحد بال10 بال20 بال30 حتى مرات كفئات عمرية. أمين كل واحد طوله 1.80 عم بيلعبوه سنتر عنا. بعرف هذا جارد بالنسبة لبرا. شو جارد حتى ما بيطلعوا فيه إذا جارد إذا 1.80 خلص ما عاش فيه بالباسكت 1.80 with all my respect to everyone. بس تعرف
كنت عم فكر حكاني جو فوغل باي ذا واي عم بيقول لي كيفه هيز فيري جود وبيسلم على الكل وكتير زعلان على النتائج. هلا هو حكاني بعد قبل ماتش فرنسا ومضايق انه حضر جيم كندا يمكن وشاف انه اول شيء شاف قديش الاجنبي اوت اوف شيب وشاف انه اللعيبه مش نفس يعني الوجوه اللي كان يشوفها وقت كان هو يلعب. انه ما في هالفايتنج سبيريت ما عم بيقتلوا حالهم. هو هيدا اللي عم بيقول لي اياه. كان قلت له ليك شو رايك انت مثلا تعمل لك خدمه لهالبلد اللي خدمتك لمده طويله وانت ما دامك عايش بامريكا روح على هالهاي سكولز يا خي اسال بالسفارات اللبنانيه مين في حدا في طوله فوق المترين جيب لنا اياه خي نحن بنعمله لعيب بس جيبوا عملنا سكاوتينج بامريكا روح على من فلوريدا لنيويورك لكاليفورنيا لكل هالستيتس عمول برمي على الهاي سكولز حتى لو ما بيلعبوا باسكت لو بيلعبوا حيالله رياضه لو ما بيلعبوا رياضه مترين وطالع جيبوا لبنانيه اصول لبنانيه وانا I'm sure في هيك بامريكا بكندا باوروبا بالبرازيل في لبنانيه وين ما كان بالعالم يعني بالصين اوكي في 1 قد ايه في 1 بليون جايبين ياو مينغ جايبين 12 كل واحد طوله مترين وخمسة وطالع الا ما يكون عنا لعيبه نقدر نرجعهم او نجيبهم لهون ونشتغل عليهم ويصيروا هول مستقبل. يعني why not invest in people. بدك مصاري في I'm sure انه في بس مش عم تندفع بس ما مش عم تندفع على الاشياء الصح. بدك تحطها بالمحلات بدك تحطها بالمحلات المضبوطه اذا بدك نتيجه. يعني بعتقد عنا good people حتى مش بس بالباسكت وهيدي الشغله ما كتير بيحكوا فيها بلبنان. صح. في عنا very good runners يلي هن عزيزة سبيت عزيزة طبعاً. في نور حديد مثلا في عندك fighters amazing fighters كمان ما كتير بياخدوا حقهم in sports إذا بدك in general أكتر شيء الضوء على الباسكت. صح هلأ ليه هون السؤال في ناس بتقول سياسة في ناس بتقول الفيدريشن شويري ليك الإعلام بيلعب دور. الإعلام لو ما في تي في بيضوي على الباسكت ما حدا كان سمع فيها يعني لا أكيد. بلبنان ولا بالمنطقة. let's be realistic حتى بوجود السوشيال ميديا تي في is the major part. هلا ليه التي في بيقرر باسكت هيك عن جد ما بعرف. ما حدا بيعرف. it's the TV that decides. I think إنه فيها أكتر وحدة يعني عاملين دراسات I'm sure وهيدي أكتر شيء فيها مردود. انزرعت هلا اللعبة بكل بيت لبناني. يعني عندك كل بيت بيعرف الباسكت بيعرفوا شو الووكينج بيعرفوا الرولز صاروا بيفهموا. ستة للجارة صارت تعرف اللعيبة بيعرفوا علي منصور بيعرفوا وائل العراجي exactly تارتينا. التي في I think إنه فوت الباسكت لكل بيت بلبنان which is amazing يعني we are very lucky. هلا شوي في تضوية على الفوتبول أكتر ودعم شوي أكتر من قبل. hopefully we'll see in MMA in volleyball track and field. صح. فينا swimming في بينبون يا خيي حتى البينبون بادل هلا ضج الدنيا البادل. كيفك أكيد. مع البادل لعب؟ أنا والله ليك لعبت مرتين انغرمت فيها يعني كتير عجبتني لأنه my hip situation منا كتير ما ضروري كتير توطي وكتير ما في هالقد سكوات عجبتني وسريعة وبتعرق وخلصت. تربح تخسر مش مهم. لهلا بعد ما خسرت. طب هلا how are you maintaining your إذا بدك sports during a week ممكن تقطع مرة بادل مرة ليك بادل بعد يعني بدي لعيبة ناطر كوتش جاد ليرجع لنلعب. أكتر شيء بقدر أعمله صراحة because of my hip situation إنه أركض يعني jog very light jog بس to break a sweat that's it. حتى ما بقدر I cannot do abs I can do some push-ups that's it. كل شيء upper body لحاله بقدر أعمله بس anything from the hip down شيء بيوجع يعني.
كتير مش شوي. so يعني فيك تحط 9/10 like that severe sometimes. 10/10 ما بقدر بالليل حتى انا ونايم بتوجع يعني بوزيشنز معينه انا وقاعد ما بقدر اقعد يعني هلا كل ربع ساعه تقريبا لازم اوقف بس هلا وقف لا سبعة لك وقف والله لا ما هو طالما اني مشغول اكل اذا في اكل مثلا على السفره مستحيل نزلوا شاورما لعمر. فجأة طلع وزنك بمحلات كمان. مش فجأة بطريقة هستيرية. على مدار 5 سنين يعني كل يوم الساعة 10 بالليل بتاكل سنيكرز كذا كراب تلاقى مش ايه ما was it stress eating comfort ايه فيك تقول comfort food يعني أكتر الوقت. stress eating مش stress تعرف هي أكتر بتكون زعلان أنت بدك تصير تفش خلقك بشي شو بدك تفش خلقك بالأكل إنه زعلان إنه مثلا بتبطل لعيب باسكت زعلان إنه وقف شغلي من ديو تو كوفيد بتزعل لما حدا يصير له شي يعني عالزعل بتصير يلا بتتسلى بالأكل. إنه هذا الشيء الوحيد بخلينا مبسوطين. 100% بعلي لك الهرمونات يزبط لك الوضع. طب are you using painkillers؟ ليك حتى البين كيلرز وقفوا يشتغلوا يعني مش عم باخد سلب يعني دواء قوي ايه توليرانس راح كتير عالي. damn it's خلاص you have to do this step and work on it. ايه خلاص I no longer can maintain صراحة يعني ما فيني كمل هيك. هلا عم فكر كنت انه يخلص الموسم مع البنات اذا الله راد على خير. بهتم بعمر دغري بس يعني قبل ما الصيفية تبلش هوبفلي يكون عاملها وإن شاء الله هيك بلشت على الريكفري ساعتها بقضي صيفية حلوة. تحب البحر كثير بالمبدأ. غرام وفيشنج عشق صح ليك it runs in the family يعني أهلي وجدي وستي وخوالي كلنا عائلة صيادين يعني بيحبوا الصيد. حتى ابن خالي لحد هلا I think he holds the record of the biggest tuna fishing بلبنان. أكبر تونة مصيادة هو بالرابالة يعني قوي كتير قوي. وسيم دبوس اسمه you can look him up يعني على فيسبوك كتير قوي. نايس وانت شو أكبر ليك أنا كتير بحب أنا لا ليك شو من وراهن صرت كتير معلق بالصيد. لما كنت عايش بكندا منروح كتير داون ساوث لأنه الحرارة -30 شو بدك تعمل تنزل يا على مكسيكو يا ميامي يا دومينيكان ريبابليك. كنا نروح دومينيكان ريبابليك وكيوبا ونروح فيشنج تريبس. يا لطيف شو حلو بالكاريبيانز. أول شيء المي غير شكل حلم بارادايس يعني وعم بتطلع سمك يعني شو بدي خبرك الباراكودا من هون لهونيك يعني أخذت مرتي كانت أول مرة بحياتها بتحمل القصبة بنص البحر طلعت سمك بلاوي يعني تسلينا كتير. it's a great hobby أنا بحبها كتير. أوميجا 3 تمام. أوميجا 3 ممتاز. كل سمك وروح فلات مول شوية سبور كنت أخبار ما فيني يا ريت وقتها كنت اوريدي حتى على القعدة بالفيشنج بوت كتير بتضايق يعني بتصير ضايع انت بين مبسوط موجوع exactly. والله يعني لا انت يعني حتى انا وام جوجينج ما بحس بالوجع لاني مبسوط. اذا في اكل على الطاوله مبسوط اذا قاعد معكم مبسوط بس بروما هيك برجع. اذا بقعد مع حدا ما لي خلق مثلا ببلش الوجع يضرب بقوه يصير انا بالاذن. طب شو في هابيز كيف بتلاقي حالك؟ ما عندي وقت صدقني. ولادي مرتي كل الوقت. I'm a family guy يعني إذا بدك أكتر شيء مع الأصحاب when we're free يعني لما ما يكون عنا شغل ما يكون عنا توصيل هيدا وجيب وحط. so the life of the fatherhood يعني السمعة والترك yes اختفينا. ليك هو شو صار
آخر حلقة صورناها كانت مع كوتش أحمد فران وعلي محمود. هي ما كان لازم تكون آخر حلقة، بس ختمناها لأنه كنا أنا وسمعة خلص هون إنه أوكي فايتين بالفاينل سيريز. قبل يعني صورنا آخر حلقة وفتنا بالفينال، ومنيح اللي هيك صار لأنه ما كنا حنقعد مع بعض أنا وسمعة يعني. خلص إنه وانس تكون أنت بدك تربح ما عندك لا صاحب ولا خي ولا ما تحكي معي هلا. ايه وخلص السيزون بعدين بنشوف بعض. خلص السيزون، ربحوا الرياضي وذات واز ات. يعني قلنا اوكي عملنا 10 حلقات كانوا كتير حلوين ناجحين، كتير ناس انبسطوا فيهم، خلينا نعمل شيء تاني نكست سيزون. بنبلش ساعتها أبكى، نحن بتأخرنا لبلشنا لأنه هيك اشت الفكرة. قلنا خلينا يعني نشتغل، عنا وقت يكون حتى نعمل سيزن 2 أحلى، وفعلا رح يكون إن شاء الله أحلى. عم نعمل شيء كتير مهضوم. انطرونا. نايس. موفقين. ثانك يو. ان شاء الله بيطلع احلى من اللي كان قبل. ثانك يو. ما في شك اكيد. انت والسمعة اصلا كومبين مهضوم. مهضومين كتير. اعتاء. قد ايه لكم صاروا قد ايه كم سنة؟ انا بعرف السمعة كنت عم بحكي اصحاب من 2004. 2004 وقتها صارت صفقة الرياضي والشانفيل، وقتها اجوا لعيبة الشانفيل على الرياضي وسمعة كان واحد منهم. 20 years. منا كلمة فعلا يعني هلا بتعمل هيك حافظه صرت. ايه حافظه والعكس تمام. وكان ماي روميت كمان بالرياضي بالاوتيلات، كنا اوقات كتير بكون انا وياه بنفس الغرفة. ولا شيء. هلا محترمين والله كتير. ستريت اثليتس سجادة الصلاة. عن جد انا وسمعة يعني ups and downs. head in the game. ايه كتير. مين بينفعل اكتر؟ بتخانقوا كنتوا؟ ايه اكيد لهلا بنتخانق بعدكم. ايه اكيد ما في اصحاب ما في اخوة ما بيتخانقوا، يعني بنتخانق بس شو يعني كل واحد مثلا بيكون عنده رأي بشغلة. اخر شيء يعني اخر اوبشن بنتخانق، يعني ما في بنجرب اول شيء ايه لا كذا. هلا انا اسلس شوي منه. انفعالي وشوي. ايه هو sometimes بينفعل. لا ليك بالحياة العادية على فكرة هو منه انفعالي. لا هو رايق وكتير. بالباسكت اكتر بياخد وبيعطي. وبياخد وبيعطي كتير. بالملعب بينفعل كتير. زي ما بيكره يخسر. ما في اذا بتلعبوا ورق تقرف. ما بيقبل يخسر ولا شيء. طاولة غميضة. ما بده يخسر. He's doing a great off season. بده يفاجئنا شكله السنة الجاية. ما شاء الله عنه السمعة، الله يحميه يا رب. عن جد السمعة the beast. طيب شو تعبكم بالفاينلز فينا نقول؟ مش سمعة بس تعب، يعني سمعة تعبنا قلنا، تعب الحكمة، تعب الكل هو تعب. ما في حدا يعني ما يعني سمعة بيشوفوا جاد مبارك لسمعة بيقولوا خلاص طلع بقى خلاص. يعني بتعب دايما الفريق الضد لأنه legend. So now you're being a father. Yes. head coach للwomen رياضي. Yes. سلم لها على ريبيكا. أكيد. أجيت كانت الحلقة اللي قبلك. والله. Yes. تجنن. شو كنا عم نقول بعد؟ السمعة والترك. Yes. شو بعد في شيء؟ كان عندي مشروع سنايبرز امبارح كان آخر يوم. عمل ايه؟ لأنه فاجأتني. مشروع سنايبرز هو بروجرام تيحسن الشوتينج إذا بدك فورم تكنيك and your mental toughness. طب ليك انت برمت كذا بلد رايت؟ صح. فينا نعدهم على السريع. كندا. قبل أنا من لما كنت صغير كنت عايش بالسعودية. بالرياض. أول 10 سنين حياتي. بعدين نقلت على لبنان وبعدين على كندا. back to لبنان back to Canada back to لبنان. اوكي. so لبنان كندا السعودية. سياحة كتير. انه what did you explore؟ شو في بلاد you explored؟ كتار عن جد كتار. لأنه
إذا منعد السفرات اللي رحت مع المنتخب والسفرات اللي رحت مع الرياضة كتير كتار بكل الكونتيننتس بالعالم. شو أكتر بلاد حسيت I can live there you know what I mean let's say دريم نقاهة أو شيخوخة عرفت شو قصدي؟ ليك بتصدق حبيت الفلبينز كتير really ايه مانيلا كتير حلو رحنا 3 times ناسها كتير طيبين كله بيحكي انجلش لأنه عندك اللغة بارير كتير كبير بالبلاد كلهم بيحكوا انجلش بيفهموا عليك كلهم بيحبوا الباسكت كل العالم بتحب الباسكت و كتير بتحسها مثل الامريكان فود يعني في عندهم كل شيء امريكان هونيك بيتزا مثلا بغير بلاد بالفار ايست ما فيك يعني تشم ريحته للاكل كتير صعب سو الفلبين اذا بدك one of them اكيد دبي is one of them كيوبا رحت على كوبا 3 مرات رحنا واو روعة حلم شفت الكارز الكلاسيك كارز والأخبار أكيد البحر هونيك كريستال بلو دام مكسيكو حلوة كتير في كتير بلاد عن جد كتير بيوروب بلندن وين بدك تروح نكست بتعرف كتير جعبالي روح على أعمل سفاري بأفريكا بساوث أفريكا You went to Africa before? رحت بس انه مغرب وتونس بس مش رايح على جعبالي عبالي روح على actually شوف لاينز وجعبالي روح على انديا اوكي بكذا منطقة بانديا نيو دلهي هدول Are you into meditation وهيك اخبار؟ to certain بحب to a certain extent بحب اقول انه بس actually I don't practice it يمكن I need to هلا اليوم الصبح فقت خرطت براسي شغلة أعملها الجوروز بيعملوها أكتر هيدي اللوج اللي عليها المسامير النيلز حابب بصير أوقف عليها كل يوم 20 minutes هيك meditation it can help you a lot I know I want to start doing that that's هيدي أنا one thing on my mind كنا هي ليش فكرت فيها لأنه كنت بصور هيديك المرة وحتى أبعد من صور شوي بتصير كلها بحث البحر كله بحث الشط وبحث هيدا الصغير قررت امشي حافي عليه ولا مساج لمدة طويلة وقلت انه في غيري ما قدروا يعني انه خلص كتير انوجعوا انه بحس sometimes الاشياء اللي mind over matter بيعلموك هالريزيلينس هيدي وبحب يعني استفيد منها أكتر it's good stress yeah exactly it's good stress 100% يلي هي بيساعدك لتعمل شيء بيغير إذا بدك الستراكتشر حتى صح. بالجسم صح إنه أنت تحت بالبالم تبع أجرك في عندك نيرفز كلها بتلقط especially you it will help you a lot لأنه عندك lower body هالقد فيه مشاكل so بتريحك من وراء النيرفز لأنه تحت كل إصبع بيدل على شيء تحته على الارش it's very important interesting حتى إذا فيك تصير تعمل شوي مثل كبسة برونيشن صغيرة ترجع لبرا شوي لتحرك الارش اوكي بتفتح لك كل النيرفز والخبار جعبالي اعملها والله I'm very يعني عم بقرا عنها كتير عم شوف في يوتيوب كتير cold is amazing even cold is amazing like the plunge you mean لا ice bath ice bath أكيد I need يعني يا ريت في نورماتك لهون بس ما في عملت 14 سنة almost كل يوم كنا يعني نعمل اوكي بلشنا يمكن اول 3 سنين just ice bags وبعدين صار في شيء اسمه ice bath صرنا نعمل كل يوم كل يوم كنا نقعد at least till the hip شو حسيت تغير بحياتك من وراء هالشيء؟ ريكفري أسرع you recover حتى في أيام مثلا لما يكون عندي نهار في جيم big game let's say أو الساعة 9:30 بالليل كنت في الصبح على 9-10 روح اتمرن light not crazy يعني هيك light lifting و shooting 100-150 شوطة
وانزل بالايس باث يعني ارجع روح على الجيم افقع بطن بعد الجيم لا بعد الجيم افقع بطن تروح على الجانك اكتر. كتير كنت اكل جانك. كنت لحالك ولا تسحب اللعيبه تروحوا كلكم وهيك؟ انا وفوغل وعلي محمود نضلنا قاعدين نازلين سلف يلا الرودستر وجاتو من هون وما ننصح. بس علي اسم الله عليه. علي is genetically ضليتوا عم تلتقوا بكندا؟ صح. ساعة ونص بعيد عني هو. ساعة ونص؟ منا هيني ساعة ونص. لا هيدي ولا شيء ساعة ونص هونيك compared لكندا ولا شيء. it's nothing يعني كأنك عم بتقول مثل هون وبيروت انه ماشي هون بعبدا بيروت. طب ليك سؤال ما بعرف اذا حتستغربوا ولا لا. كيف كنت تحس حالك وحواليك مثلا weed is legal, people are smoking all the time or something like that? عادي ما لما صار how bad it is, how good it is, pros and cons, your point of view. أنا بعرف إنه في إلها منافع كتير. لو ما في إلها منافع ما كانوا استعملوها بالأدوية. هيدي I know that for a fact. هلا أنا بس الباد بارت بالنسبة لي هو actually smoking يعني التدخين أي شيء أرجيلة سيجارة شو ما كان ما منيح لللنجز تبعونا أكيد. so وقت صارت ليجل بكندا فتحوا صيدليات يعني بتروح هلا لا بكيبك خصيصا فتحوا مش ديسبنسريز. الدولة هي نفسها فتحوا فارماسي تابعة للدولة. كيف بيبيعوا الليكر ستور الكحول تابعة للدولة. نفس الشيء بالتي اتش سي بالويد يعني. ماشي بتفوت صيدلي واقف لابس روب ابيض بتسأله بليز مثلا بدي شيء للكرياتيفيتي بدي شيء والله العظيم بدي شيء لوجع الراس عندي ديبريشن شو بتنصحني اعمل. هني شو بيقولوا لك مثلا بيفوت حدا بيقول له شو فيني اخذ شيء بيموتني من الضحك او انه شيء احلى شيء عندك. ما بيجاوبك هو كتير بروفيشنال بيقول لك سوري ما بقدر اعطيك هيك جواب لانه ما في وصف كل وحده لها كل وحده لها شيء معين. It's very serious. هلا نحن مجتمعنا بده عنا تأهيل بكتير اشياء اصلا بده كتير. صح يعني كلنا عنا بالنسبة لأجانب إذا بدك عنا نقص بالمعلومات شوي. صح. عنا مشاكل نفسية. لازم this is why أنا برأيي إنه لازم نتجه أكتر للرياضة. لازم نتجه لشيء healthy مثل الباسكتبول مثل السوكر مثل حتى إذا واحد حاب يتعلم بمعهد إنه يصير شيء خاصه بأي نوع سبورتس أو أرتس مثلا شيء بفش الخلق بيغير لك المنتاليتي تبعيتك. بدنا نروح شوي على القصص اللي بتفيد. بقى إذا خبروك إنه نحن بنعمل مثل سمول سيربرايز للكل جاست نعطيه جيفت in return تكون specialized لأله في عزبكم. Thank you sir. واو عمر ترك هاي تي شيرت لك سنايبر هاي من قدام روعة على الكاميرا وهاي من ورا. واو thank you كام وفي هون الموتيف صغير لازم باين عليك corner specialist. yes oh wow thank you so much عن جد guys. أكتر شيء نتذكرك واقف على الكورنر ناطر صح تيك تاك. thank you so much على راسهم جد. I appreciate. ميرسي لك انك جيت. مش حقلبسها اكيد رح اعلقها. thank you very much. my pleasure. thank you لكم. thank you على الشو عن جد كتير مهضوم على راحتك. كنت على راحتي فعلا. I wish you all the best. ميرسي يا حبيبي. I can't wait أحضرها. same to you. good luck على كل شيء. thanks. hopefully we'll see you again. ما ضروري على الكام وفينا على الكام نعمل حلقة تانية later on. no with pleasure. please comments likes subscriptions وتصبحوا على خير.